فخامة الرئيس، يعني إذا كنا نتحدث عن حقوق الإنسان، أعتقد أن حقوق الإنسان أيضا في مرتبة أعلى وهي المقدسات. لم نسمع من فرنسا على المستوى الرسمي ولا على المستوى الإعلام الفرنسي أن هناك اعتذارا لما يعني تم في نفوس يعني مليارات المسلمين بشأن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الرسوم المسيئة. ولا أعتقد يعني أن هناك يعني فجوة ما بين حقوق الإنسان فيما يعرف في الإعلام الفرنسي وبين أيضا المقدسات. هذه أيضا حقوق إنسان، ونحن يعني هذا قامة عظيمة بالنسبة لنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولم نسمع أي اعتذار رسمي ولا على مستوى الإعلام من فرنسا. هذا سؤال. السؤال الثاني، كيف تنظر فرنسا إلى ما يحدث من تركيا من إساءات ومن أوضاع في البحر المتوسط وما يعرف بتحرشات بعدد من الدول الإقليمية؟ Alors, sur la Turquie, j'ai répondu. تركيا جاوبت. نحن نتحلى بإرادة مشتركة في العمل من أجل الاستقرار في المنطقة، ولا نترك أي عمل أحادي غير ودي، وأن نضمن استقرار هذه المنطقة. السؤال الثاني المتعلق بحقوق الإنسان، جاوبت زميلك الفرنسي حول ما يمكن أن نفعل في هذا المجال. أي هناك حوار، أعرف أن هناك خلافات في الرأي وأقر بذلك، أعرف أن البعض يريد أن نضع شروطا لمواكبة سياساتنا، ولكني أنا أؤمن بالحوار الصريح في هذا الموضوع كما في مواضيع أخرى، ولأن هناك شراكة استراتيجية بين فرنسا ومصر. هذا الحوار سوف يستمر، وسنستمر في العمل لتحسين هذا الوضع، وضع عدد من الأفراد والعاملين في منظمات غير حكومية من صحفيين وغيرهم. السؤال الذي طرحته أيضا هو مسألة ليس حقوق الإنسان، ولكن كيف يرى دين بعض الأمور. أنا أود أن تفهموا ما الذي حصل حقا وعن ماذا نتكلم. في فرنسا هناك حرية الصحافة، أي أن صحفي ومصور في فرنسا يرسم ويكتب ما يريد، ليس الرئيس وليس هناك أي هيئة تقول له ماذا يجب أن يرسم أو يكتب. وهذا هو الحال منذ الثورة الفرنسية ومنذ الجمهورية الفرنسية، وهذا جزء من حقوق الإنسان. وبالتالي السؤال ليس أن نعرف إذا كانت هذه رسالة من فرنسا عندما يكون هناك رسم كاريكاتور، وكان هناك كلام كثير عن هذا الموضوع. الكاريكاتور ليس رسالة من فرنسا تجاه المسلمين أو الإسلام، ولكن هذا تعبير عن شخص يستفز ويكفر، ولكن هذا هو القانون في فرنسا. هذا هو القانون الذي اختاره الشعب الفرنسي لنفسه ولا يمكن أن أغيره. هذا هو قانون الشعب الفرنسي ذو السيادة. هذه الرسوم أو هذه المقالات التي تصدمكم ليست صادرة عن السلطات الفرنسية، ولا تعتبروا أن هذا استفزاز من رئيس الجمهورية الفرنسية. ما ترونه من مقال أو صورة هو استفزاز من صحفي أو مصور، وهناك ناس يردون عليه بنفس الطريقة في فرنسا. بعض الرسوم أو النصوص قد تصدم، وأنا آسف لذلك، ولكن هناك ناس يردون عليه، ولكنهم يردون بسلام على بعضهم البعض. لكن عندما يكون هناك شيء يصدم ويشرع العنف ضد هذا، عندئذ نختلف في الرأي. وإن مرفوض تماما تشريع أو إعطاء طابع شرعي أو السماح بالعنف بحق كلمة أو رسم. وأحيانا يجب أن نفسر من يتكلم وما الفائدة من كل ذلك. هذا إطار متميز وخاص في فرنسا.